شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما عودناكم في مثل هذا اليوم من كل عام 26 رمضان وتقام المسابقة القرآنية الخاصة بالمسجد الكبير. وها نحن اليوم نجتمع لتوزيع الجوائز على المتسابقين. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا القرآن الكريم، والطالبة أو المتسابقة جانا محمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن مع جامعة الشيخ سيد الشرقاوي مفتش أوقات محل الجامعة. الحمد لله، فهو العظيم المنان الرحيم الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بلطف اللسان وفضل من شاء من عباده وهداه إلى طريق الإيمان وشرف هذه الأمة بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن فجعل منهم الأولياء والأصفياء والشهداء والصالحين. فهنيئا لكم حفظكم لكتاب الله عز وجل. قرأ الآيات بنتنا عليها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى كل أمر حميد
يهدي إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالصالحات ليست صلاة وزكاة وحج، الكلمة التي تتكلم بها إما أن تأخذك إلى الصلاة وإلى الجنة، وإما إلى غير ذلك. يقول ربنا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. أتدرون؟ يقول لنا ربنا: من تمسك بهذا القرآن لا شك فيه يهديه إلى التقوى، يهديه إلى العمل الصالح، يهديه إلى طريق الله عز وجل. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة من يتذاكر بالقرآن. يقول: إن لله ملائكة يطوفون بالطرق. ما عمل هؤلاء الملائكة؟ يلتمسون أهل الذكر، يبحثون عن من؟ عن أهل الذكر. فما بالكم إن كنا نجلس نتلو كتاب الله عز وجل في المسجد. فيقول المولى عز وجل لهؤلاء الملائكة ليحفوا أهل الذكر بذكرهم لله. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله يقرؤون القرآن تنادوا هلموا إلى حاجته. ينادي بعضهم إلى بعض: أقبلوا فقد وجدنا من يذكرون الله، وجدنا من يقرؤون القرآن. فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، وتلك هي علامة لأهل القرآن. فيقول الحق: ما يقول عبادي اللي قاعدين دول بيعملوا ايه وهو اعلى؟ فتقول الملائكه: يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا وعزتك وجلالك لم يروا. فيقول: ماذا لو رأوني؟ يعني احنا ايه؟ ربنا قال ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب بأن الله سيحاسبنا وسيجازينا. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لم يروا. فيقول: ماذا لم رأوني؟ قالوا: كانوا أشد لك تسبيحا وأكثر لك تحميدا. فقال: ماذا يسألونني؟ عاوزين ايه؟ واحنا قاعدين بنشكر ربنا بنطلب ايه؟ الجنة. يسألونك الجنة وهل رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لم يروها. فيقول: ماذا لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا، مما يتعودون من النار. وهل رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لم يروها. ماذا لو رأوها؟ كانوا أشد منها فرارا. فيقول الحق: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم. يعني لو واحد كان جاي يسأل على واحد فيهم عاوز طلب، مش من أهل الذكر، مش من الكفار. فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. إكراما لهم يكرم المولى عز وجل جليسهم. هذا بفضل القرآن وبفضل الذكر والذاكرين لله عز وجل. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا العمل في ميزان حسنات من أنفقوا عليه ومن قاموا عليه. زدهم بالإحسان إحسانا، وأعطهم يا رب من
شكرا لفضيلة الشيخ. طبعا المسابقة دي أول ما بدأناها بمسابقة ورقية للي فاكر يعني، ياخدوا الورقة يجاوبوا عليها ونجيبها، فلقيناها مش مبدية أوي، فاضطرينا إن احنا نحولها تبقى حافظة القرآن الكريم ونبقى على أرض الواقع. مسابقة القرآن الكريم دي السنة الثامنة على التوالي، 8 سنين على التوالي مسابقة القرآن الكريم. في جميع السنوات اللي فاتت هنمسك شخص واحد بس، وهو أول واحد تبرع في حياته لمسابقة القرآن الكريم، وقال سواء أنا موجود أو مش موجود الحاجة دي لمسابقة القرآن الكريم. حتى البلح اللي بيجي للمسجد قبل وفاته كان مجهزه. المرحوم رحمة الله عليه الحاج محمود عبد الحميد مرعي، ربنا يرحمه ويرحم أولادنا جميعا، هو اللي يعتبر أول اسم موجود في الأسماء اللي تبرعت لهذه المسابقة. وفي طبعا ناس تانية كتير ما فيش داعي لذكر الأسماء طبعا، لأن احنا كلنا بنكمل بعض. في اللي بيساهم في مكان تاني، وفي اللي بيساهم في مسابقة القرآن، وفي اللي بيطلع لله، ففي أبواب الخير كتير، أبواب الخير مفتوحة للناس كلها، فكلنا ما نقتصرش على حاجة واحدة. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا عملنا آخر 3 سنين، السنة اللي فاتت واللي قبلها كان المتسابق اللي يجي يسجل اسمه عندنا كنا بنديله جايزة، وبالتالي احنا حسينا ان احنا بنساعد ولادنا على ان هو ما يحفظش القرآن الكريم، فاضطرينا السنة دي ان احنا نجيب ناس من بره البلد تحت اشراف امام المسجد وتحت اشراف تفتيش اداره الاوقاف، بحيث ان يبقى فيه مصداقيه. اللي حافظ واللي مش حافظ. انا ممكن اكون حافظ بس مش مجود، فلازم يبقى فيه حفظ وتجويد. فلما النتيجه ظهرت، معلش برضه هوضح لكم حاجه، لما النتيجه ظهرت وعلقنا الاسماء ونزلناها على النت على موقع البلد، في ناس كتير اعترضت، ولادنا حافظه ازاي ومش ازاي وبتاع والكلام ده. طبعا كل تاني ونفس الورق داخلين ب3 اجزاء ويكاد يكونوا مش حافظين جزء واحد. بدل ما ولي الامر يجي يقول لك انت دمرت ولادنا وما ساعدتهمش وما وقفتش معاهم، انت ليه كولي امر ما تحطش ابنك على الخط كده وتقول له انت مستواك هنا، عشان السنه الجايه لما يشوف زميله بيتكرم قدامه سنه كامله، لو حافظ كل يوم سطرين من المصحف هيحفظ 3 اجزاء على مدار السنه كلها، ويجي السنه الجايه حافظ. يعني المفروض اللي حافظ 3 اجزاء السنه دي، السنه الجايه يكون ضرب ب6 على الاقل. احنا ما بنطمعش ولادنا ولا حاجه، ده بالعكس، انت اللي هتعود ابنك ان هو يفضل محلك سيف وما يحفظش حاجه ولا يذاكر. انما لما تقول له ده مستواك يا حبيبي، هيراعي بعد كده ان هو يحفظ عشان
بنقول لك انك مستواك اهو. طبعا في اجيال يمكن مشايخنا عصر الاجيال اللي كانوا بيحفظوا القران الكريم، خيركم من تعلم القران وعلمه. كل واحد سواء على المستوى العام او على المستوى الخاص بيحفظ القران الكريم، واجب علينا ان احنا نشجعه ونديله مصحف كتاب ربنا هديه، بحيث ان هو يستمر في تحفيظ اولادنا القران الكريم. هنبدا طبعا بضيوفنا الكرام، طبعا نرحب بالاستاذ محمد عبد الشهيد، الشيخ سيد الشرقاوي، الشيخ محمد حبيب. ده مكانكم وبيتكم وشرفتونا ونورتونا. معانا الشيخ سيد الشرقاوي. اتفضل يا شيخ، سلم كتاب ربنا. استاذ حبيب الحاج احمد بشار. الشيخ رضا عبد العظيم. الشيخ رضا عبد العظيم. الشيخ تامر احمد عبد الفتاح. الشيخ محمود احمد الشهاوي. حافظ ختام كده في راجل البركه. الشيخ صبري. الشيخ صبري سكر. عاش صبر طب هنا. ومعلش بقى اداره المسجد هديه بسيطه كده للاستاذ محمد عبد الشهيد لما يقوم به من اعمال زياده بلدنا الكريمه. صورة يا باشا. بص طبعا يعني وسعنا وكنا نتمنى ان احنا نوزع على يعني كل من هو يعني نوزع القاعده شويه عن كده، بس طبعا يعني احنا هنمشي على قد الايه السيوله اللي موجوده معانا شويه. جاء الدور على ابنائنا وبناتنا حفظة القرآن الكريم، ويا ريت لان اصواتنا كده يا ريت الهدوء، واللي يتنجح على اسمه هو اللي يكون ياخد الجائزه بتاعته.
صور العيال صور العيال الطلبة. أولا وصلت لمصر الكريمة والإمام السادة المشايخ السادة الدكتور. أنا عايز أقول كلمة واحدة بس عشان يبقى في حق الأصحاب. أنا بتقدم بالشكر للقائمين على هذا الحديث بإقامة هذا الحفل كل سنة، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم عبد الهادي، الأستاذ أحمد عبد الحميد البطل، الشيخ محمد عبد الهادي، كل وضد كمان النائب شركة سنة حضرة المشايخ، كل سنة وانتم طيبين. أنا بس على كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نبقى لنا وانتم بخير، ونشوفوا دايما العمل الخيري بأعظم رسالة بتتقابل بالتاريخ. ربنا يسلمك على محمد، أنت شخصية جميلة وربنا يبارك فيك. كل سنة وانتم طيبين. ألف شكر للشيخ محمد على الشيخ. احنا قلنا برضه في الأول إن احنا ما هو إلا قائمين على هذا العمل. نبدأ بقى المتصابر مصطفى رضا. خالد عبد المعتمد. تعال يا عم ايه؟ تعال محمد اهو. هو فين؟ محمد اهو تعال. تعال من هنا. خد يا بني خد يا بني. يلا محمد ابراهيم علي. يا حبيبي تعال عشان خاطر ابوك. محمود محمد عبد الحميد. خلاص يلا يلا حاسب 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 يا عم.